طيب دي اول مره اجرب كاميرا مونيتور من شركه اوسي. انا مش من هواة الكاميرا مونيتورز عموما، انا دايما بصور جوه الاستوديو، ولكن السكرين دي مميزه شويه. هي اسمها الجي 7 برو وثمنها تقريبا $500. وفي الفيديو ده هنتكلم واحده واحده كده على كل المميزات اللي انت هتستفاد منها اول ما تشتري او تجيب المونيتور دي. يلا بينا. طيب بشكل مبدئي كده، اول ما تبص على العلبه بتاعه المونيتور هتلاقي فيها كل المميزات بتاعه الشاشه القويه جدا، واولهم ان هي 7 انش، مقاسها 7 انش، وده مقاس كبير جدا على كاميرا مونيتور، فبيديك فيو اكبر تبقى انت شايف فيه كل التفاصيل وانت بتصور. 3000 نيتس يعني تصور تحت الشمس بشكل قوي جدا. كاميرا كنترول، ودي ميزه قويه جدا جدا، تقدر تتحكم في السيتنج بتاعت الكاميرا عن طريق السكرين. واخيرا السكرين طبعا تاتش سكرين. تعال نشوف محتويات العلبه فيها ايه. طبعا اول حاجه هتلاقيها جوه العلبه هي المونيتور، وهتلاقي كمان كابل تايب سي وسويفل ماونت، ودي تاب دي سي كيبل ودمي باتري. زي ما قلنا السكرين مقاسها 7 انش، الهاوسنج كله مصنوع من الالومنيوم بشكل قوي جدا. حتى لما تيجي تدوس على السكرين نفسها من ورا او من قدام هتحس قد ايه كواليتي السكرين ممتاز. وزن السكرين خفيف مش تقيل قوي، هو 400 جرام طبعا بدون الباتري. في مكان للسويفل ماونت من تحت ومن فوق بحيث تحطها في الوضع اللي انت مرتاح ليه. من جنب السكرين اللي على الشمال مفيش اي حاجه فاضي، ولكن من الناحيه الثانيه في مكان ل اس دي كارد عشان تقدر تعمل ابديت او تحط لطسه على السكرين، وكمان مكان 3.5 علشان تسمع الصوت. في ظهر السكرين بقى هتلاقي طبعا زرار الباور، وهتلاقي مدخل ان واوت اتش دي ام اي، ومدخل ان واوت اس دي اي، ومكان البطاريه، وطبعا مكان التايب سي. مكان التايب سي هنا تقدر تستخدمه في حاجتين. اول حاجه لما تيجي تستخدم الكاميرا كنترول او اوبشن الكاميرا كنترول، فانت بتحتاج توصل الكاميرا بتاعتك على الشاشه باستخدام 2 كيبلز اتش دي ام اي عشان ينقل لك الصوره، والكابل الثاني التايب سي علشان تقدر تتحكم في السيتنج بتاعه الكاميرا. والاستخدام الثاني للتايب سي ان انت تقدر تشغل السكرين دي عن طريق الباور بانك او حتى فيشه كهرباء باستخدام التايب سي. ده في حين طبعا انت ما عندكش بطاريه ليها. في طبعا اماكن تهويه من فوق ومن تحت في السكرين عشان ما تسخنش، وعلى فكره صوتها مش باين خالص، فانت ما تقلقش من قصه ان الصوت بتاع المراوح ممكن يزعجك وانت بتصور. الهاوسنج من قدام في بيزلز كبيره شويه بحيث لو انت حطيت السكرين دي على وشها السكرين ما تتجرحش. نيجي بقى للمواصفات الجوهريه للسكرين. زي ما قلت لك هي بمقاس 7 انش تاتش سكرين، وكمان 10 بت عمق الوان، يعني الوان قويه جدا. بتيجي كمان اي بي اس، فبالنسبه لك هتقدر تتفرج على الوان حقيقيه وقويه عشان تنبت عمق الوان، فدي حاجه جامده جدا. الشاشه كمان متغطيه بانتي جلير وانتي ريفليكشن، وده موضوع جامد جدا على فكره. فكره الانتي ريفليكشن ده عشان اي حاجه تبدا تريفلكت وانت بتصور على الشاشه ما تبقاش شايفها. هو بترفلكت ولكن بنسبه قليله جدا. انا مش عارف ممكن تبان هنا ولا لا. شايفين السوفت بوكس او الاوكتا اللي عندي؟ هتلاقي هي معمول لها جلير كده او مطفيه قوي، مش ريفليكشن قوي عليها، وده اللي بيفرق السكرين ده عن غيرها لو اي سكرين فيها انتي جلير وانتي ريفليكشن. هما بيقولوا ان هي مش بتبصم، ولكن يعني انا شايف ان هي بتبصم، يعني انا ببصم اهو وبتتبصم، فمش عارف المعلومه دي كانت صحيحه ولا غلط، ولكن الشاشه بتبصم عادي. نيجي بقى شويه لفتح السكرين ونتفرج بقى على شويه الشغل اللي فيها. اول حاجه لما تيجي تفتح السكرين انت بتدوس على زرار الباور دوسه واحده بس. انا قعدت اتسحل شويه ان انا متعود على طول ان انا بدوس دوسه طويله، لا هي بتدوس دوسه واحده بس وتبدا تفتح. وفكره ان هي تفتح السكرين بتاخد من 13 ل 14 ثانيه عشان تبدا تفتح وتاخد الاشاره من الكاميرا وتبقى بالنسبه لك جاهزه، فتاخد من 13 ل 14 ثانيه. اول حاجه هتلاحظها في السكرين دي اول ما تفتحها هو البرايتنس بتاع الشاشه. انا زي ما قلت لك السكرين بتيجي 3000 نيتس، تقدر تصور بيها تحت الشمس عادي كده، لدرجه ان في العلبه بتاعتها مش بيجي الفلات كارد اللي هو المط اللي هو بيقدر يغطي السكرين من فوق، بحيث لو في اي اشعه شمس تقدر تغطي على السكرين عشان تبقى شايفها بشكل كويس، لان هم مش محتاجين حرفيا تحت الشمس تقدر تصور بيها عادي جدا. تقدر تتحكم في كميه البرايتنس دي عن طريق ان تعمل سوايب اب وسوايب داون في جنب الشاشه الشمال، ولو عملت نفس الموضوع ده بجنب الشاشه اليمين هتتحكم في الفوليوم بتاع الشاشه. طبعا الشاشه هنا بنستخدم ليها الام بي اف باتري، بطاريات موجوده مع اي مصور. المهم دلوقتي تعالى نفتح المونيتور على الكاميرا ونشوف كل الاوبشن المتاحه ليك. طيب احنا دلوقتي وصلنا المونيتور بالكاميرا عن طريق الاتش دي ام اي، وموصل كمان عليه كابل تايب سي ما بين الكاميرا والمونيتور عشان اقدر اتحكم في السيتنج بتاعه الكاميرا باستخدام المونيتور. ودي الاوبشن اللي اسمه الكاميرا كنترول. انا بصور بالكانون اليو اس ار 6. هنا في الكاميرا هتلاقي فيه زرار لو دوست عليه هيفتح لك على الشمال كل اللي تقدر تتحكم فيه في الكاميرا. لو دوسنا على اول واحد نقدر نتحكم في الشاتر سبيد، لو انتم شايفين الصوره بتغمق وبتفتح. لو هنا فتحت العدسه
تقدر تتحكم في الايزو، تقدر تتحكم في الوايت بالانس، وتقدر كمان تعمل ريكورد باستخدام الزرار على طول من خلال المونيتور، او كمان ممكن توقف الريكورد عادي جدا. تقدر تتحكم في اي حاجه. الميزه كمان في المونيتور دي انت تقدر تتحكم في الفوكس. انت لو دوست على اي حاجه هنا المفروض تتحكم في الفوكس، ولكن فكره التحكم في الفوكس ده بيكون ليه كاميرات معينه، مش كل الكاميرات. للاسف الكاميرا اليو اس ار 6 مش بتدعم الموضوع ده، ولكن لو كاميرتك بتدعم الموضوع ده هتلاقي كل الكاميرات المدعومه بالقصه دي موجوده على الويب سايت. هتلاقي ان زرار الفوكس ده شغال، لو دوست عليه تقدر تتحكم في الفوكس براحتك بتاع الكاميرا عن طريق المونيتور، ولكن حاليا هو مش شغال. طبعا لو عملت سوايب من تحت لفوق هنا من ناحيه اليمين زي ما انتم شايفين الفوليوم قوته بتتغير، ولو عملنا كده لو انتم شايفين البرايتنس بقى 100% او 10، ده ل 3000 نيتس. ولو نزلنا كده هيبقى قليل. انا طبعا عامله على القليل علشان التصوير. دي كل السيتنج اللي انا محتاجها حاليا. زي مثلا لو دوسنا هنا هنلاقي ان ده ريشيو بتاع 16 ل 9. الميزه انا بستخدم الموضوع ده كتير جدا لسبب انا باجي اصور فيديو بالعرض وعايز اطلع منه شورتس، بقدر اشوف الزاويه اللي انا هطلعها من ناحيه الشورت، بحيث مثلا ان انا اظبط نفسي ان انا اكون قاعد في المكان ده، بحيث ان انا اصور بالعرض واقدر اقطعه بالطول، فاقدر استخدم الفيديو ناحيتين شورت، وكمان اقدر استخدمه بالعرض اليوتيوب او الكلام ده كله. هنا طبعا استخدام الجريد، سيتنج بتاعت الجريد. هنا بيجيب لي الويفز بتاعت الالوان، ولو دوست هنا بقدر اشغل الانديكيتور بتاع الفوليوم او بتاع المايك بتاعي او لا. لو دوست هنا بقدر اجيب السيتس، ودي برده من الحاجات الجامده جدا في المونيتور، ان انت بتقدر تكستمايز سيتس، بحيث مثلا لو انت في الاستوديو عندك اوبشن معينه عايز تستخدمها بس في الاستوديو تكون الاوبشن دي اللي موجوده. لما تطلع بره وتصور بره في اوبشن ثانيه بتستخدمها فتحطها في الست بتاعتك دي، وهكذا وهكذا. لو في كذا حد بيستخدم المونيتور دي في التيم بتاعك يقدر كل واحد يعمل ست معينه، بحيث ان هو الاوبشنز ما تخش على بعضها. يعني انا محتاج اوبشنز، الثاني مش محتاج الاوبشنز دي، فهو ليه السيت بتاعته وانت ليك السيت بتاعتك، وهكذا وهكذا. طبعا لو عايز تعمل اي سيت بتدوس على السيت ده، على اي واحد من السيت دول. مثلا دوسنا هنا ونبدا نعمل السيت بتاعتنا، ولكن انا عامل السيتس بتاعتي اهي اول واحده عشان دي الحاجات اللي انا بستخدمها. لو دوست هنا هتقدر بقى تشوف كل الكنترولز او السيتنج بتاعت الكاميرا. اول حاجه طبعا الانبوت، لو هتستخدم HDMI او SDI او الكلام ده كله. طبعا ما عندناش SDI فنرجع ال HDMI تاني. بعد كده السيتنج هنا اللي هي بتاعت الفوليوم او الباك لايت اللي احنا كنا عاملينها، بس تقدر تستخدمها طبعا من بره يمين وشمال. الكنترول تتحكم في الكاميرا باستخدام اليو اس بي، وكمان انت بتتحكم في التريجر مود بتاعك، اللي هو لما بتدوس على زرار الاحمر بتستخدم ما بتصورش صور، لا انت بتصور فيديو اهو، فوتو او فيديو. طبعا بتقدر تعمل روتيت، بس احنا مش بنعمل روتيت. الستيتس بار، الحاجات دي بتبقى البار ده عايزه اون ولا اوف. الكالرز مثلا بتاعتك. طبعا هنا لو هتبدا تحط لاتس او تعمل لاتس باستخدام كارت الاس دي، والسبورت واللانجوج والكلام ده كله طبعا احنا كلنا عارفينه. بالنسبه للبار ده انت تقدر تزود فيه الاوبشن اللي انت محتاجها في المونيتور بتاعك، بتدوس على العلامه دي جايب لك كل حاجه انت محتاجها، زي الاسبكت والسنتر. المهم مثلا احنا بنستخدمها هي الاسبكت، الفولس كلر مثلا لو حد بيستخدم الفولس كلر، الفوكس بيكينج مثلا لو حد بيستخدم الفوكس اسيست اللي بيقول لك انت فين الفوكس بتاعك. لو انتم شايفين المنطقه الحمراء دي هي اللي معمول عليها فوكس، لو دوست على العلامه دي ممكن نطلع لفوق علشان نبدا نغير في السيتنج جوه السيتنج. انا مش محتاج ده مثلا فبعمله ديليت كونفيرم بس. والفولس كلر برضو لو دوسنا كده هنلاقي فيه السيتنج بتاعت الفولس كلر تقدر تتحكم فيها. برضو انا هشيل الفولس كلر بلس، ادوس على ده. في طبعا الهيستوجرام والفيكتور والويف فورم، الحاجات دي كلها طبعا ناس كتير قوي بتستخدمها. التايم كود، وكمان في عندنا الانامورفيك ده برضو مهم جدا. الناس اللي بتستخدم عدسات انامورفيك خصوصا في السينما بيبقى مفيد قوي الموضوع ده. لو دوست هنا طلعنا فوق بتغير بقى في الريشيو بتاع الانامورفيك لينس. طبعا بتعمل زوم ان كده، تعمل زوم اوت باستخدام برضو ايدك، بس طبعا انت مش تعمل هنا زوم ان وزوم اوت في اللينس، بتعمل زوم ان وزوم اوت في الشاشه بس. لو دوست دوسه على الشاشه بتشيل كل البارز، لو دوست تاني هتفتح لك كل البارز. ودي غالبا كل حاجه ممكن تحتاج تعرفها عن المونيتورز او خصوصا السيتنج بتاعت المونيتور. ونرجع بقى للريفيو. بس كده ده كان كل التفاصيل عن الاوسي جي 7 برو كاميرا مونيتور. انا الصراحه مبسوط بيها جدا، تقريبا دي من اقوى المونيتورز انا جربتهم على مدار حياتي في التصوير. ممكن ما تكونش احسن مونيتور ليا او بالنسبه لي لان هي فيها فانكشن وحاجات كتير قوي الصراحه انا عمري ما هستخدمها او مش بستخدمها، ولكن كمونيتور ممتازه وفيها اوبشنز خطير. شكرا اوسي على هذه التجربه الجميله. هتلاقوا لينك المونيتور تحت لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل اكتر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، سيب لي رايك في الكومنتس. اشوفك الفيديو الجاي، والسلام.